بسم الله، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه بالزبده في اقل من 10 دقايق. هتبقى عامل مكرونه طعمها تحفه وباقل المقادير. زي ما انت شايف برضو عامل جنبها بانيه. فيديو البانيه موجود برضو على القناه. نبتدي اول حاجه بمقادير المكرونه بتاعتنا. السباجيتي ده نص كيس اللي هو 400 جرام، مكعب مرقه دجاج، وزبده حوالي معلقه كبيره. اول حاجه هنسلق المكرونه. هنحط الميه السخنه من الكاتل في الحله ونستنى لحد ما تغلي على النار. الميه غليت، هنحط المكرونه ونقلبها. احنا هسيبناها على النار حوالي 8 دقايق لغايه ما اتسلقت، وبعد كده حطيناها في المصفى ديت، مصفى ستانلس. نروح بعد كده الخطوه الاخيره. احنا المكرونه بتاعتنا خلاص اتسلقت وصفيناها. هنحط بقى الزبده وعليها نقطه زيت بس عشان ما تتحرقش، ومكعب المرقه قطعناه حتت صغيره، بعد كده هنحطه مع الزبده. بنوطي البوتاجاز، واول ما كله يسيح خالص نحط المكرونه. بنفضل نقلب كويس لحد ما المكرونه تشرب الزبده كلها، وبعد كده نسيبها على النار. ما بنسيبهاش كتير على النار، بنسيبها حوالي 3-4 دقايق تشرب الزبده بتاعتها وخلاص نقفل عليها. ادي المكرونه بالزبده. ممكن نعمل جنبها بانيه، هتبقى ان شاء الله اكله هايله والف هنا.